عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كويزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ورسالة جديدة اليوم بطلب من متتبع معنا ولا أخت معنا في القناة، طلبت مني رسالة الباجيت فارسي. دونك لبيت لها اليوم الرغبة متاعها، ان شاء الله تشوف فيها الفيديو وان شاء الله تجربها وان شاء الله تعجبها. عملت لكم كما قلت لكم باجيت فارسي. كما نعرفوا احنا تويكا هكا داخلين على صيف. الوصفات هذوما هكا ولي رسالات هذوما يكونوا هكا محبذين للكبار وللصغار. دونك شوفوا هذيا هكا الباجيت فارسي نتاعي من داخل، بالحق نودكم ولا نشهيكم. بات ياسر خفيفه وهشوشه ذوب ذوبان في الفم، نودكم ولا نشهيكم. دونك اللي يزور القناه اول مره نقولها مرحبا بك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتات. وتويكا مش نمروا مع بعضنا نحضروا. اول حاجه مش نحضروها، مش نحضروا البات متاعنا على خاطر لازمها تحضر ولازمها معناتها تاخذ وقت في باش تخمر لنا. عندي 300 غرام فرينه، عليه 200 مليلتر حليب دافي، مغرفه خميره خبز، مغرفه سكر، مغرفتين زيت زيتونه، و5 غرامات ملح. دونك هذم هكا المكونات كما ريتوهم بساط وما همش مكلفين وتقريبا موجودين في كل مطبخ. بالنسبه للحليب نجموا راهو حتى اذا كان مش موجود عندك تعوضوه بالماء، ما يقلقش. تعجنوها معناتها بالماء مش بالحليب، تعطيكم نفس الريزلتا. دونك خذيت المكونات نتاعي الكل، ضفتهم هكايا مع بعضهم الكل، حركتهم وتويكا مش نضيف الحليب بشويه بشويه. نردو بين راهو الحليب يكون دافي ما يكونش سخون باش ما يقتلناش الخميره نتاعنا، وهكاك تولي البات نتاعنا ما تتفاعلش. دونك قعدت نلم فيها، راني ميم با جوست هكايا لميتها وكهو، ما عجنتش حاجه كبيره، خليتها هكايا تتلصق في اليد. هكاكا نضمنوا انه البات نتاعنا تجينا خفيفه وتجينا هشوشه، ما نيبسوهاش برشا. وكهو معناتها ما نيبسوهاش برشا في الفرينه، نخليوها تتلصق في اليد. ديجا احنا بعد كي باش نحلوها تو تشوفوا باش نحلوها بالفرينه سيبو معناتها هكاكا. وكما قلت لكم راهو تضمنوا انه الباجيت فارسي نتاعكم تجيكم خفيفه بالحق، ذوبان في الفم. في مقله سبيت هكايا شويه زيت، بالطبيعه خليتها على النار، ومش نضيف عندي هكايا شطر راس هكايا بصل قطعته شرائح، مش نذبلو شويه مع الزيت، ما نكثروش من الزيت كيف باش من بعد كي نرميو الفرس نتاعنا ما يكونش هكايا معبي بالزيت ويبل لنا البات نتاعنا. اهو كمان با شويه زيت. وكما قلت لكم البصل قطعته هكايا شرائح ومش نقليه. اضفت له لهنا الدجاج نتاعي، عندي صدر نتاع الدجاج قطعته دي كوب كما تلاحظوا، مش نكمل نقليه مع ذاك البصل، ومش نفوحه بشويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه كركم، وشويه لفاح نتاع الدجاج. نجموا تزيدوا مطارد، نجموا تزيدوا ثوم اللي تحبوا انتوما تفوحوا الدجاج نتاعكم. وبالطبيعه اذا كان مش تعملوا الفرس هذيا، اذا كان مش تعملوه تنجموا تعوضوا بالحم المفروم، تنجموا تعملوها بالطن، بالجامبون، باللي تحبوا انتوما تحشيوا الباجيت فارسي نتاعكم. ولا كملت هكايا قليته بالباهي حتى لين نشح وطاب بالباهي، ما زدتلوش الماء. راهو الدجاج وهذاك البصل والكل هما اللي معناتها جيست شوحته وكهو في ساعه ما طاب، ما خذيليش برشا وقت. طاب طفيت عليه وخليته اكوتي حتى لين برد. لهنا البات نتاعي اختمرت، تو مش نحي نديغازيها، نحي هذيك الغازات اللي تكونت فيها، ومش نقسمها على 3 بول، 3 كعابر معناتها باش نعمل 3 خبيزات باجيت فارسي. سي بون راهو الحجم نتاعهم معتبر معناتها، ما هماش هكا صغار وما هماش هكا الكبار كبار، سي بون باهي تو تشوفوهم. الحجم نتاعهم معناتها الكبر نتاعهم قداش تحصلت عليهم انا. اهو ديما نستعينوا كما قلت لكم بشويه الفرينه، نغطيهم هكا من 5 دقائق باش من بعد كي نجيو نخدموا بهم طوانا في الحلين ويتحلوا معنا بكل سهوله. اهو كما قلت لكم فرشت شويه فرينه فوق البلان دو ترافاي، باش ناخذ هكايا بالقلقال ونحلها به. بالنسبه للحلين نحلوهم راهم رهيف برشا، باش من بعد كي ندخلوهم للفور وكي يجيبوا ما يتنفخوش، ما نحبهمش تكون البات مداخل من بعد كم هكايا فيها برشا بات وتكون معجنه. لازمها كما قلت لكم تكون هكايا رهيفه بالطريقه هذه.
ما شاء الله راهي باتت طاوة هكايا محليها. حليت البول الأولى وتويكا مش نفرسيوها مع بعضنا. عملت شوية هريسة وشوية مايونيز. نجموا تعملوا مايونيز، نجموا تعملوا جبن مثلثات اللي تحبوا انتوما. اللي ما يحبش المايونيز معناتها ينجم يستغنى عليه وما يعملوش. نجم معاه بالهريسة زيدا كيف تعملوا صوص طماط اللي تحبوا انتوما. هذه هكا الدجاج متاعي. شوفوا كيما قلت لكم بعد ما طاب. عندي كيف بصل هكايا مقطع شرائح زيدا يعطي جو بالحق ياسر بنينه للباجيت فارسي متاعنا. نجموا راهو تزيدوا زيتون، تزيدوا كبار اللي تحبوا انتوما. كيما قلت لكم راهو الشوا يرجع لكم انتوما في الفارس متاع الباجيت متاعكم. عندي لهنا جبن موتزاريلا رميته هكايا من الفوق وتويكا مش نسكروا عليها بالطريقه هذه. البارتي الاولى نسكروها بالطريقه هيك والبارتي الثانيه نرميوها فوق الاولى. هكا كل شيء واضح في الفيديو هذا. هكا نسكرها بالباهي. تو مش ناخذ بيقه نتاعي نتاع الفور. فرشتو بابي كويسون ومش نرمي الباجيت نتاعي. مش نرميوها معناتها التسكيره لازمها تكون ملوطه. نعاودوا كايبه اخرى مع بعضنا باسك نفس الطريقة. هكا جوست باش تفهموا المراحل. حلو البات متاعنا كما قلت لكم جويدة. اللي وصلت معايا المرحلة هذه فضلا وليس امرا ما تنسينيش في جي. كنذكركم باش ما تنساوش اعملوا تو اعملوا الجي باش من بعدك كي يوفى الفيديو ما تنساونيش. فضلا وليس امرا ندلل عليكم. وهكا اللي عنده اي اقتراح تخلي لي في كومنتير وانا بقدرة ربي وقت اللي يسهل وانا نعمل لكم الاقتراح متاعكم. ولا هكا صبيت عملت الهريسة، عملت المايونيز وهذه هكا الدجاج. البصل والجبن شخشخوها بالطبيعة بالجبن باش تجيكم ياسر بنينة. ولا ونسكرها بنفس الطريقة. هكا ديجا وحدة تتشكل لنا على شكل الباجيت. سيبون طويكا مش نرميها في الطبيق. كما قلت لكم ديما التسكيرة تكون ملوطة. نكمل البولة الثالثة بنفس الطريقة. شوفوا لهنا كملت شكلتهم. طويكا مش ناخو عندي هكيا لام. ديما كما نقول لكم راهي اللام هذه نحطها سبيسيالمون للمعجنات معناتها. نجرح هكايا كعيبات الباجيت نتاعي كما هكا واضحين في الفيديو. نجموا بسكينه اذا كان عندكم سكينه هكا حاده نجموا تعملوا بها. وعندي لهنا شويه جبن موتزاريلا مش نزين بها هكايا من الفوق باش من بعد كي ندخلوهم للفور يخرجوا لنا بالمنظر اللي ريتوه في اول الفيديو. فوالا وطويكا عندي زيتون هكايا رونديل مش نزين زادا كيف هكا اللي باقيت فارسي متاعي من الفوق. وكا هو الفور متاعي خليته يسخن على 250 درجة. ديما تخليوا الفور متاعكم يسخن قبل بمدة. لازم يكون سخون بالباهي وتخليوها على اعلى درجة. وديريكتومون دوب ما تكملوا تشكلوها ما تعودوش تخليوها ترتاح سينو راهي تنتفخ لكم وتجيكم معناتها هكايا زاده كيف ما تجيش خفيفه يعني ديما تجيكم معجنه. ديريكتومون تكملوا تخدموها دخلوها للفور.
وهذا هي هكا الباقيات المفرسين تاعنا حضرت. نودكم ولا نشهيكم، ما نحكي لكمش على الريحه، ما نحكي لكمش على البنه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش بالشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو. بارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائده، وفي وصفه قادمه ان شاء الله. ونخليكم مع بقيه الفيديو.